إذن الله اللي قتله حسابكم جاي، بس كل شيء بوقته. ما شاء الله ايش قد مطرد، صار لي يومين ما صحت. داحج يا عمي، قال بمظاهرات صغيرة يطالبون بحكم علماني. اخ يا مجد داحج عليهم، هذول مو نصهم امن ومخابرات كانوا ويا النظام. حكم علماني على اساس كان حكمهم عادل ونزيه، حتى الحين يدورون حكم علماني. اخ يا بتعرف شنو اللي يزعلك من هذول؟ انه 3/4 هذول شبيح ومخابرات وامن، مو شغل مخابرات من خاذين هذول قبل ما تركز الدولة، لانه عرفان راح يتحاسب على جرمه اللي سواه. تعودهم على سلطة الظلم، مو عاجبهم هالوضع هذا. العفو لما طلع على الناس اللي مغررة به، مو على هذول المجرمين. يخرب بيتهم اذا بهم مطعمه، لسه ما خلصنا دوره معتقلينا، لسه العالم عم تدفن شهدائها، كل يوم انهم طالعين لي ببيان شكل. واللي ولدي هاي خطط مخابرات، تعلموا على الحركات والنجاسة. ساوت علمانيتهم لما كان نظامهم يقصفنا بالبراميل، ولا ساوت علمانيتهم لما قتلهم نص مليون ابرياء بالسجون، ولا ساوت علمانيتهم لما هدم 3/4 سوريا بسلاحهم. ويفلسفون، ما يريدون قال حكم اسلامي، قال هذول ارهابية. من الارهابي هم قتلهم مليون مدني، شي برا شي بالسجون. من الارهابي هم كانوا يفننون بقتل شعبنا تفنين. من الارهابي هم ما خلوا ميليشيا ما فيتوها علينا. كلام مش صحيح يا راف، لسه فوق مهم ارهابيين طائفيين. صح حكيك يا امجد، صار لهم 50 سنة يلعبون بالطائفية. خدم الثوار كل المنطقة، ما شفناهم لا ذبحهم حدا ولا ساوم ارهاب على حدا، مع ان اللي قتلهم النظام كلهم ولادهم واخوتهم، وما جملاحوا الاقليات واذوهم. عندهم كلهم شعب سوري واحد، شلون دي يأذونهم؟ والإسلام ما أمر بهالشي هذا. والصار بعد ما سيطروا الثوار ما عفهم عنا الكل. تعال اعرف عاد من الإرهابية، أنت مو ولا إحنا؟ كل الناس فهمانتهم صنف المخابرات هذا اللي يطالب بالعلمانية. اركحهم، عرفانين كل واحد منكم قاتل 40-50 مدني بريء. بعد تحاولون تلوصون بالدولة قبل ما تصير مشان ما تحاسبكم. بإذن الله اللي قتله حسابكم جاي، بس كل شيء بوقته. وحكومتنا عادلة ما تدشر هاي الاشكال، واول ما تحاسب المسلم. صيحم الله عليكم. حطي يا رهف الصوبة حطب، حطي.